محققة بتحاول تقبض على مجرم وقاتل متسلسل لكنها ما بتقدرش وبتترفض من شغلها بسبب عدم كفاءتها، بس في النهاية بتمسك خيط بيقدر يوصلها للمجرم. بيبدأ الفيلم بمارتن وهو بيقطع تذكرة أتوبيس وبيركب الأتوبيس وبيكون جنبه واحد اسمه مات وبيتعرفوا على بعض، وبعد شوية وهم راكبين الأتوبيس بيعطل فبيضطروا هما الاتنين يأجروا عربية وبيسوق مارتن، وبيفضل مات يحكي له عن حياته وبيقول إن هو هرب من بيت أهله لأنه جوز أمه كان بيعامله وحش وبيضربه وكمان دخله مدرسة عسكرية، وده اللي خلاه يهرب ويروح سياتل عشان يحقق حلمه واللي بيكون العزف على الجيتار. وبعدها بتقف العربيه وبيلاقوا ان الكاوتش نام، فبيقول مارتن اللي مات انه عمره ما غير كاوتش عربيه قبل كده، فبيطمنه مات وبيقول له ان هو بيعرف يغيره. ولما مات بيفك الكاوتش بيلاقي مارتن عربيه جايه ناحيتهم وبيزق مات عليها فبيموت وبياخد حاجته وفلوسه وبيمشي. وبتعدي الايام وبيتم العثور على جثه مجهوله في ارض بتتحفر، وبيوصل الخبر للشرطه فورا، وبنشوف ست كبيره راحت لمحقق وبتقول له انها شافت مارتن ابنها اللي مات من سنين واختفى على طول، وبتقول له انها متاكده ان هو ابنها وانها استحاله تتلخبط مع حد شبهه، وبتقول له ان ابنها شخصيه خطيره. وبنشوف محقق اسمه جوزيف في قسم الشرطه وبيشتكي لصاحبه لما بيعرف منه ان هو بيجهز الورق لمحققه اسمها ليانا، وبيقول جوزيف ان هم مش محتاجين محاميه تانية عشان تمسك ملفاتهم، وبيقول جوزيف لصاحبه ان هم محتاجين يومين عشان قضيه تتحل. وبعدها بيدخل المدير باكت وبيقول لهم ان القضيه دي ما حصلتش بقالها كتير، وبيقول ان هم محتاجين الدعم الكافي عشان يحلوا القضيه دي، وبياخدهم المدير وبيروح لإليانا واللي بتكون في مكان الحادثه وبيعرفهم على بعض، وبيقول لها ان هم المحققين اللي ماسكين القضيه معاها وبتسلم عليهم. وبعدها بيقول باكت لإليانا ان هو شاكك ان الحادث ده حصل في مكان تاني، وبعدها الجثه انتقلت لمكان الحفر، فبتقول له إليانا انها بتفكر ان الحفره كانت جاهزه قبل ما يتم قتل الضحيه، وده معناه ان القاتل كان مدبر الجريمه وفضل يراقب الضحيه، ولما جت الفرصه قتلها ورماها في الحفره اللي كان حافرها، وبتوريهم ان الحفره محفوره بدقه عشان يتأكدوا من كلامها، وبتقول لهم ان القاتل كان بيراقب الضحية لحد ما عرف كل حاجة عنه، وبتقول لهم كمان ان هو دفن الجثة في الموقع اللي هيتبني عشان عايز الشرطة تشوفه. وبعدها بتروح ليانا مع الفريق بتاعها للمشرحة وبتعين الضحية، وبعد ما بتخلص بيقول لها المدير ان هو فرحان عشان يشتغلوا مع بعض تاني وبيفضل يمدح فيها. وبتروح ليانا وبتفضل طول الليل تفكر في القضية وهي بتدور في صورها على اي دليل، وفي تاني يوم بتجهز نفسها وبتلاقي الجرس رن، بتفتح وبتلاقي المدير بيقول لها ان في جريمه تانية حصلت، ولما بيروحوا المكتب بيقول لها ان الجريمه حصلت بره موقف عربيات في نادي، وبيقول لها ان الجريمه حصلت الساعه 9 وانهم لقوا الاداه المستخدمه في الجريمه وكان استخدامها هو الخنق. وبيدخلوا غرفه التحقيق وبيوريها المدير واحد اسمه جيمس واللي بيكون شاهد على الجريمه وهو اللي بلغهم، ولما بتروح الشرطه لجيمس بتلاقيه بيحاول ينعش الجثه، وبعدها بتكون اليانا عايزه تحقق معاه بنفسها وبتدخل عنده وبتركز في كل تصرفاته وبتلاقيه متوتر وبيرسم شكل القاتل وبيفضل يحكي لها في تفاصيله، وبيلاقي ان اليانا رمت اداه الجريمه على الارض. بيتصدم وبيقول بخوف ان المجرم كان شكله مخيف وان هو شاف دم كتير اول مره يشوفه في حياته. وبترجع تاني اليانا تقعد مع الفريق بتاعه وبتقول لهم ان القاتل كان اعصر وعرفت كده من الخدوش اللي شافتها على الجثه، وبتقول لهم ان جيمس كان بيرسم بايده اليمين وبكده ضيع اي شك ناحيته، وخصوصا ان رد فعله على الجريمه كان طبيعي. وبتكون اليانا بتفكر في الجريمه طول الوقت وبتحاول توصل لاي طرف خيط من المجرم، وبعدها بتتجمع الصحافه على المدير والمشرف على التحقيق وبيحاولوا ياخدوا منه اي معلومه، بس بيقول لهم ان لسه ملقاش دليل وكمان ياخدوا بالهم لان القاتل متسلسل. وبتعرف اليانا ان الجثه الغطاس اسمه هنري وبيوروها صورته، وبتتعرف اخته على جثته وبتقول للمحققه ان هو كان مختفي من اسبوعين بس بطاقته الائتمانيه شغاله، وبتعرف انه كان عايش في شقه صغيره ما فيش فيها الا كمبيوتر للشغل وما عندوش صحاب كتير. وبتروح اليانا الشقه بتاعته هي والفريق وبتقابل صاحب العماره وبيقول لها ان هنري اداله فلوس 3 شهور مقدم وما شافوش من وقتها. وبتدخل اليانا الشقه ومعاها واحد من فريقها وبتاخد بالها من فتحه في السقف، ولما بتشوفها بتلاقي السقف فاضي من جوه وبتلاقي فيها جثه مجهوله وصباع مقطوع وخاتم مكتوب عليه كلار. ولما بيدوروا على صاحب الجثه في السجل المدني بيلاقوه شغال في طوافه وعمره 34 سنه وبطاقته الائتمانيه لسه مشغله امبارح، وبتلاقي ان مفيش حد بلغ عن اختفائه. وبعدها بتروح اليانا تقابل جيمس وبيقول لها ان هو مش عارف يعيش كانسان طبيعي من ساعه اللي حصل، وبيقول لها جيمس ان هو بيشتغل في بيع اللوحات اللي بيرسمها وان هو بيعمل اطار اللوح بنفسه وبيعزمها على المعرض بتاعه. وبعدها بتديله اليانا رقم تليفونها عشان لو افتكر اي حاجه تساعدهم في القضيه، وبتروح بعدها لام مارتن وبتوري لها الرسم بتاع جيمس واللي بيكون شكل ابنها مارتن، فبتقول لها ام مارتن انها شافت جثه ابنها مشوهه بعد ما خبطته عربيه. وبتقف اليانا وبنشوف الصور اللي على الحيطه وبتشاور على صور عيل صغير، وبتقول ام مارتن ان ده مش مارتن بس اخوه رايس التوأم بتاع مارتن، وبتحكي لها ام مارتن وبتقول ان رايس اتوفى وهو عنده 14 سنه ومن الوقت ده ومارتن غشيم، وبتقول لها ان
انه كمان سرق مجوهراتها وهو عنده 16 سنة، بس الشرطة لما قبضت عليه رجعته لها، وبتقول لها انها مش بتعرف الفرق بين مارتن ورايس الا من النضارة. وبتروح إلينا هي والفريق وبيفتحوا قبر مارتن وبياخدوا الجثة على المشرحة، وبتكتشف انها مش جثة مارتن، فبتشك في امه. وبتروح بالليل تتسحب وبتدخل البيت وبتكتشف باب سري ورا المكتبة، بتفتحه وبتنزل السلم بتلاقي اوضه صغيره فيها سرير والعاب خشبيه. بتنام على السرير وبتلاقي اسم مارتن مكتوب على سقف الاوضه، وهي نايمه على السرير بتشوف شخص غريب بيرميها من على السرير وبيجري. وبترجع لينا البيت وبنشوف المدير بيتصل عليها وبيقول لها ان ام مارتن بتقول ان محدش معاه المفتاح غيرها ومفيش اي علامات، والشخصيه وشها مش باين ومعرفوش يجيبوا اي دليل. وبتفضل تفكر في القضيه طول الليل. وتاني يوم بتقول لفريقها انها عرفت ان مارتن هو اللي قتل الغطاس وعاش بشخصيته واستولى على املاكه، وبعدها قتل كلاريك وعاش بشخصيته، وده عشان بيكره شخصيته لان امه كانت بتفضل اخوه عنه، وده اللي باين من كلامها عليه. وبيوصل خبر لإلينا ان محل جيمس اتسرق، ولما بيروح الفريق بيقول لهم جيمس ان دفتر الشيكات بس اللي اتسرق. وبتلاحظ إلينا اسم كلاريك مكتوب على ورقه، ولما بتسأل جيمس بيقول لها ان ده زبون وهيقابله بكره، وبتقول له إلينا ان هو القاتل، فبيخاف جيمس، بس إلينا بتقول له يقابله والفريق هيأمنه كويس. بيكون متردد بس بيوافق في الاخر. ولما بيروح جيمس في المكان بيتأخر مارتن عليه، وبيلاقي جيمس واحد بيرمي عليه منديل، فبيفتحه وبيقرا اللي عليه وبيلاقي مارتن بيقول له قابلني في الحمام. جيمس بيدخل ليه الحمام وما بيلاقيش حد، فبيخرج بيلاقي الشرطه، فبيقولوا له ان هو طالما ما جاش يبقى احنا اتكشفنا. وبيكون جيمس مرعوب بس بتهديه لينا وبتوديه البيت وبتوقف عليه حراسه، بس بيفضل متوتر. بتقول له لو عايز تكلمني في اي وقت رن عليا بس. وفي المعرض بتروح الشرطه ومعاهم إلينا عشان يحموا جيمس، وفي الوقت ده بيظهر مارتن وبتفضل إلينا تجري وراه بس بيعرف يهرب منها. وبيقرر جيمس ان هو يسافر تورونتو، وبيقول المدير للفريق حد يروح يوصل جيمس للمطار. وبيكون جيمس بيجهز نفسه في البيت، وبيدخل عليه مارتن قبل ما يخرج بثواني، بس الحارس مش بياخد باله ان مارتن دخل. وبيدخل الحارس يشوف جيمس اتأخر ليه، وبيلاقي مارتن بيخنقه. وبعدها بتوصل إلينا للبيت وبتلاقي الضابط مقتول وبتبلغ الفريق. بتفضل تجري ورا عربية جيمس وبتطارد مارتن لحد ما العربية بتعمل حادثة وبتتحرق، بس بيطلع جيمس سليم. وبيروح جيمس لإلينا يشكرها بس الجرح بيفك، وبتوديه إلينا المستشفى. وبيجي لها مكالمة وبتطلع الدور التاني مع الفريق والمدير، وبيكونوا جايبين مارتن، فبتقول لهم ان ده مش ابنها. وبعدها بتركب الاسانسير عشان تروح، وبيكون جيمس في الاسانسير، وبنلاقي بعدها ان جيمس يبقى ابنها مارتن، وبيقول لها ان هو كان عايز ان هو يحبها وهي تحبه زي ما كانت بتحب اخوه. وبعدها بيقطع رقبتها، ولما الاسانسير بيفتح بتتفاجئ إلينا من المنظر اللي شافته، وبيهرب جيمس وبتجري وراه الفرقه، اما إلينا بتفضل متمسمره مكانها من الصدمه. وبيعرف جيمس يهرب منهم، وبتروح الفرقه تفتش البيت بتاعه وبتلاقي حاجز تذكره قطار. وبيعرف الفريق ان اللي كان بيطارده كان واحد عليه دين ليه. وبعدها بيتكلم مارتن إلينا وبيقول لها ان هما الاتنين شبه بعض وان هما مختلفين عن باقي الناس عشان كده اعجب بيها، وبيبقى متاكد انها كمان معجبه بيه. وبيقرر مكتب التحقيقات الجنائيه ان هو يرفض إلينا لسوء تقديرها لقضيه زي دي. وبتعدي الايام وبيمر 7 شهور على اللي حصل، وبنشوف إلينا عايشه في بيت منعزل. وفي يوم بتتفاجئ بجيمس اللي هو مارتن يعني داخل عليها وبيقول لها نبدا صفحه جديده، بس إلينا بترفض فبيغضب منها، بس بتعرف إلينا ان هي تقتله وبتغزه بالمقص في طيبه قلبه. وبتتصل إلينا بالشرطه وبنعرف انها متفقه معاهم، وفي النهايه بتعرف إلينا تحل القضيه وتقبض على المجرم، وكده بينتهي الفيلم.